من ربع كيلو لحمة تعملي 7 طواجن مكرونة من بتاعة محلات الكشري. الناس اللي بتحب الطواجن بتاعة المكرونة خليكي معايا في الفيديو ده، هتشوفي كل التركات اللي بتبقى موجودة في الطاجن اللي بيتباع بره. سهل والله، بسيط ومفهوش بصوا يعني مفهوش اي صعوبة، بسيط جدا. بعد لما بنخرجه من الفرن التركة بقى بتسيبيه يهدى 5 دقايق كده، يعني يتشرب كله في قلب بعضه، وبعدين بتمشي السكينة كده، هو كده كده اصلا خالع، وبتحطي الطبق عليه وبتقلبيه فوق الطبق. ما تشيليش الطاجن على طول، سيب الطاجن برضو يهدى 5 دقايق كمان، وبعدين خبط عليه وبعدين نزليه. حتى التسوية نفسها في الفرن يا جماعة، لما انت بتحطي الطواجن احنا بنحطها نص ساعة على درجة حرارة 200 220 مش اكتر من كده على الرف الوسطاني، تمام؟ نص ساعة وبتطفي الفرن. اوعى حد يقولك بعد ربع ساعة ولا تلت ساعة اكشفيه علشان تشوفي المكرونة بتستوي ولا لا، والصلصة معرفش نشفت ولا لا. والله العظيم هتتلسعي، اوعي تسمعي كلام حد يقولك كده. الطواجن يا اخوانا زي ما هي بتبقى مقفولة، هي النص ساعة، هي النص ساعة سيبيه زي ما هو هيتشرب الصلصة بتاعته. بعد نص ساعة زي ما بقولك اطفي الفرن وسيبيه جوه 5 دقايق يكون هدي وخرجيه. لكن حذاري ترفعي الورق وتكشفيه وتبص عليه، اللي بيقولكوا كده يبقى بيأذيكوا. بقول لكم نصيحة من باب الخوف عليكم. الطاجن هنا فاضي شايفين مفيهوش ولا حاجة، ربع كيلو هيعمل لك ال7 طواجن. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. كده انا قلت لكم اهم حاجة في التقديم، ما تيجي تقلبيه خليه شوية يهدى. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. في تركه تاني هقولها لك في الصلصه. في حد ممكن يقول لك الصلصه تتسبك، نو يا امي، الصلصه ما ينفعش تتسبك، لو سبكتيها مش هتاخدي الطاجن حلو. الصلصه بتاعت الطواجن ما بتتسبكش، يا دوب بتغلي. هتشوفوا معايا كل حاجه واحنا بنشتغل. المكرونه هنا مستويه جدا وكل حبه بحبتها ومتفرفته، فرفتيها هتلاقيها تتكسر معاكي. حط الشوكه في نص قطعه المكرونه هتلاقيها اتقطعت نصين معاكي. حاجه كده يعني وهميه ومن الاخر وجميله جدا. اول حاجه هنبدا بالعصاجه. هاتي وok او طاسه او حله، حطي فيها معلقتين زيت وانزلي بالربع كيلو بصل واربع فصوص توم بس، افرميهم مع بعض في الكبه وانزلي بيهم الاتنين في الوك او الطاسه، تمام؟ وقلبيهم لغايه ما تشم ريحه التوم، بس احنا مش عايزينه يحمر ولا اي حاجه، يا دوب يدبل علشان تاخدي طعم حلو للحمه. بعد بتدبليهم بتنزلي بربع كيلو اللحمه، قلبي اللحمه لغايه لما تاخد صدمه واللون بتاعها يدخل على اللون الجري، يبقى رمادي كده شويه. بعدين بتجهزي البهارات بتاعتك. البهارات دي ترجع لكل واحد، كل واحد يضيف البهارات اللي بيحبها. يعني انا مثلا هقول لكم هضيف ايه دلوقتي. كده اللحمه زي الفل دخلت معانا في التسويه في اللون اللي قلت لكم عليه، اللون الرمادي او الجري. هنعمل ايه دلوقتي؟ بنضيف يا اما لو هتضيفي البهارات دلوقتي مش هتفرق، هتضيفي حبه الفلفل الاخضر دلوقتي مش فارق، يعني سيان ضفنا البهارات الاول وبعدين الفلفل الاول وبعدين البهارات، مش فارق ده زي ده. ضفنا هنا حبه فلفل اخضر وضفت ملح انا قبله. هتعملي ايه بقى؟ هتضيفي نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات لحمه، مش 7 بهارات لا، بهارات لحمه. وهتضيفي معاها نص معلقه صغيره جنزبيل، ونص معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره كزبره يابسه اللي هي الكزبره الحب يعني الناشفه، بس مش هنضيف اكتر من كده. لو انت حابه تضيفي حاجه تاني ضيفي، في حاجات انت بتحبيها ضيفيها، في حاجات مش حباها من اللي احنا ضفناها ما تضيفهاش، براحتك اللي انت عايزاه. يعني قصه البهارات دي بترجع لذوق الشخص وايه اللي يحبه وايه اللي ما يحبوش. في ناس ما تحبش البهارات، في ناس بتحب بس تحط ملح وفلفل اسود، والله براحتكم. لكن اللي هيطعم الطاجن ويديلك طعم حلو البهارات اللي احنا ضفناها، ومعلقه صغيره بابريكا بس كده. في تركتين، لو حابه تضيفي معلقه صلصه ضيفي، حابه تضيفي معلقه صلصه من اللي احنا هنعملها للطاجن ضيفي. كله ده بيدي طعم حلو للعصاج يا جماعه. فانتوا براحتكم، مثلا تقولي انا بحب الكاتشب ضيفي 6 معلقه كاتشب، مفيش اي مشكله، هيخليها طعمها حلو جدا طبعا. بنقلبها خلاص وخلصنا وهنركنها على جنب. دي هتعمل معاكم 7 طواجن بالمرتاح من الحجم اللي هو اللي مش الكبير الصغير. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنجيب وok وهننزل فيه ببصلايه صغنططه قد الليمونه الصغيره، ومعاها فصين توم بالعدد، ما تحطيش اكتر من كده علشان ما يعملكيش حموضه، فصين توم بس. ونقلبهم بس مجرد تقليب. حطي هنا معلقتين زيت كمان، تقليب بس، اوعوا تحمروه، تقليب. بعد ما بتقلبيه شميت ريحه التوم بس لازم تبقى بيضه، بتنزلي بلتر عصير طماطم. لو هتعملي طواجن اكتر لا يبقى هتعملي اكتر، هتعملي لتر ونص. انا هعمل 4 طواجن فاللتر يا دوب كفاني يا دوب. لو انت الصلصه قلت معاكي زودي ربع كوبايه ميه مغليه، مفيش مشكله، بنزودها عليها كمان.
كده خلاص تمام زي الفل. معانا التومه، هنجيب ايه لتر عصير طماطم ضربناه في الخلاط، بيبقى خفيف عادي مش تقيل. هنا ما بتتسبكش بقى، اللي يقول لك الطماطم بتتسبك، الطماطم هنا مش بتتسبك، الطماطم هنا بتغلي بس بتاخد غلوة واحدة مش اكتر من كده. هتضيفي معلقة سكر، وهتضيفي معلقة ملح، وهتضيفي بقى الاضافات بتاعتك. هتضيفي ايه بقى؟ هنضيف نص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهنضيف برضو نص معلقة صغيرة كزبرة يابسة اللي هي الكزبرة الناشفة. برضو حابة تضيفي معلقة مش هتفرق، الكزبرة بتبقى حلوة جدا في الطاجن للعلم. وهنضيف معلقة صغيرة بهارات فراخ. حابة تضيفي مكعبين مرق براحتك از يو لايك، يعني انا ما يخصنيش المكعب المرق احنا ما بنستعملوش. واللي يقول لك مدعم بالحديد ومش مدعم بالحديد، كل ده ضحك على العقول يا جماعة، بيضحكوا على الناس والله. حديد مين اللي في حتة مرقة؟ حديد مين؟ يلا ما علينا، كل واحد بيكذب الكذبة ويصدقها، ما علينا. كده خلاص احنا ضفنا هنا البهارات بتاعه الفراخ، والسكر لازم يعني تضيفي معلقه سكر علشان بتعادل الحموضه بتاعه الطماطم. المرقه فيها سكر اصلا لوحدها، فيها سكر وفيها ملح صيني وفيها مكسبات طعم، فيها حاجات كتير. لو ضفتي مرقه ما تضيفيش ملح الا لما تدوقي الطعم علشان ما تملحيش الحاجه جامد. بس مش هنضيف حاجه تاني. اول ما تغلي اطفي عليها البوتاجاز. هاتي بقى الطواجن بتاعتك ادهنيها دهنه زيت خفيفه بالفرشه. بعد ما بتدهني الطواجن بتجيبي بقى ايه؟ العصاج. هاتي العصاج بتاعك، مش كتير على فكره الزيت، دهنه خفيفه. هاتي العصاج وحطي طبقه. وهقول تاني العصاج الكميه اللي عملناها يعمل 7 طواجن. هنجيب العصاج وهنحط كبشه في كل طاجن، مش اكتر من كده، كبشه كافيه. اعتقد شفتوا الطبقه اللي انا حطاها حلوه قوي، مش محتاجين اكتر من كده، انف يعني كافيه قوي. كده خلاص هنحط هنا المعلقتين دول بمقدار كبشه على فكره، لو انتوا حسبتوهم هتلاقوها كبشه. بعد ما تحطي كده العصاج بتاعك هتجيبي اسباتيول وهتدوسي عليها بس تكبسيها. على فكره حبه الفلفل بتديها طعم حلو قوي، اللي مش بيضيف الفلفل لا ضيفوها، حلو جدا. كده هنضغط بالاسباتيول. بعد ما بنضغطها هنجيب بقى المكرونه، مكرونه قلم، مكرونه خواتم، واللي موجود عندك والمتاح دلوقتي. احنا في وقت ما يعلم بالله ربنا، فاللي موجود عندك اشتغلي بيه يا بنت الناس. انا ما لقيتش المكرونه بتاعت حواء، رحت ادور عندي ما لقيتش، فاضطريت اشتري. لقيت حاجه اسمها لمتنا، مش بطاله، كويسه مش سيئه يعني، حلوه. الملكه لا، الملكه ما بتعجبنيش، فلمتنا دي كويسه. هحط المكرونه هنا. ما تمليش الطاجن مكرونه. الطاجن لما بنضيف المكرونه هنا في الطاجن بنحط المكرونه يعني تبقى 3/4 الطاجن بس مش اكتر من كده. بصوا هنا اخدت معايا كمان، انا نسيت اقول لكم، اخدت معايا نص كوبايه ميه مغليه فوق اللتر كمان، يعني الاربع طواجن اخدوا لتر ونص كوبايه. فانت دايما خلي جنبك ميه مغليه وزودي بيها الصلصه. يعني احنا حطينا في الاربع طواجن فكل واحد كان ناقص عاوز له معلقتين، فضفت عليهم نص كوبايه ميه بس كده. هتاخدي احلى طاجن مكرونه. على فكره انا عملت قبل كده الطاجن اللي هو بالمكرونه اللي نص سلق، ما عجبنيش، موجود على القناه بس مش واو يعني، مش اللي هو طعمه مختلف غير دي خالص، بس دي افضل. دي اللي هي بتاعت المحلات، ودي سريعه ومش بتاخد وقت معاكي، يعني حتى مكوناتها يدوب بتخلصيها بسرعه. حابه تعمليها بالكبده بقى، حابه تعمليها بالسجق، حابه تعمليها معرفش بالنقانق، براحتك بقى. الحاجات المصنعات اللي بره انا ماليش فيها، معرفش اسمائها اصلا. اعملوها زي ما تعملوها. انا بالنسبه لي العصاك حلو وسهل ومش بياخد وقت معايا، وبالنسبه لي انا موفر. يعني انا لما بعمل الربع كيلو واضيف له ربع بصل، لا بالنسبه لي زي الفل وحلو قوي قوي كده. كده خلاص بتجيبي ورق اسمه ايه ده، ورق زبده، وبتقطعيها مربع وبتحطوا فوقيها ورقه فويل وبتحطيها فوق الطاجن. انا ما لقيتش ورق زبدة للأسف، الولاد لعبوا بيه رسموا بيه، فاضطريت بقى هحط خلاص الورق بتاع المذاكرة ده اللي بنذاكر فيه، ورق جرايد، نضفيه بس بمنديل أو بفوطة لو فيه تراب ولا حاجة. وبعدين هتقطعي مربعات من ورق الفويل وغطيه فوق الورق اللي انت حطيتيها. بس الفرن بنشغلها على درجة حرارة 200 أو 220 حسب السخونة عندك، وهنحطهم في الرف الوسطاني. على فكرة ده العصاج اللي فاض، شايفين حبة قد ايه؟ يعني أنا عملت 4 طواجن وده كان يعمل لي 3، بس أنا مش عايزة غير 4، يدوب على قد الغدا وخلصنا كده. دول هنركنهم في يوم تاني، هضيف عليهم حبة طماطم حلوة كبيرة وحبة فلفلاية حمراء وجبنة موتزاريلا، وهحشيهم سندوتشات عيش فينو، وتبقى غدوة سريعة معاها شوية مخلل أو سلطة وزي الفل على كده، فضل ونعمة والحمد لله. كده خلاص الطواجن هندخلها الفرن، وبعد ما هنطلعها زي ما شفتوا أول الفيديو بتخليها تهدى وبعدين بتقلبيها وبس كده. واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.